ابراهيم الحجار، اهلا وسهلا بحضرتك بجزين تحكي. اسم منه غريب عن جزين، من ايتولي، بس شو فيك تخبرنا عن نقول الحجار المرشح؟ اول شيء بقول لكم ميرسي انه عم تستضيفونا لعندكم جزين تحكي. هيدي شرفنا هيدي دكتور. شغله مهمه انه لمنطقه جزين يطلع هيك على الميديا اشياء تنقل اراء الناس، تنقل اراء مش بس السياسيين والاجتماعيين واللامعين بالمنطقه. ضروريه هاي نضوي عليها لحتى لا نعطي صوره عن جزين شو هي الدنيا مش بس انتخابات يعني. هلا في اكيد صحيح. في أعمال اجتماعية بتغطي أوقات تسبق السياسي، في أعمال مهارات بتسبق كمان السياسي. بقى ها كلهم لازم نضوي عليهم ونقولها حجر ما سبقوا. حضرتك قلتي من أيتولي، أنا والدي الله يرحمه خوري أيتولي، خوري إبراهيم الحجار متوفي. أكيد طبيب أسنان، زراعة أسنان مثل ما كمان هذا شيء معروف. متمرس بالعمل الاجتماعي من ايام الجامعه. يعني حسقبت بايام الجامعه، كنا بالثمانينات كان في عنا تهجير بمنطقه اقليم الخروب ومنطقه الشوف. ثابت نحن كنا بالجامعه وقمنا بعمل اجتماعي جبار بوقتها. من نحن يعني جمعنا ما بين الاساتذه اللي بيعلمونا وما بين الطلاب. وقدرنا طببنا طب أسنان 2200 مهجر. هيدي كانت على نفقة الطلاب ونفقة الأساتذة. كان بعدنا نحكي على أيام 100 ليرة وال 250 ليرة بهداك الزمن. وتدرجت القصة لصرنا خلصنا الجامعة، أسسنا رابطة خريجي طب الأسنان، وأنشأنا بهداك الظرف مستوصف خيري قدموا الأخنور بمنطقة النبعة. هذا كنت أنا مشرف عليه مباشرة. وكان كتير عنده وقع إيجابي لأبناء المنطقة المعوزين. وقدرنا كمان نعطي الدواء، قدرنا نطبب أسنان، وحتى قدرنا نعمل معاينات طبية وفاكسان للأطفال. فهذا كمان إنجاز كنا عاملينه. وقت اللي شفنا الحاجة إنه أكبر من إنك تيجي تعملي ضرس مسوس أو إنه تقبعي ضرس، لقينا الحاجة أكتر إنه لازم نروح على شيء أكبر. بقى أسسنا بهالوقت هذا رابطة خريجي طب الأسنان، وكملنا العمل الاجتماعي نساعد فيه. هالعمل الاجتماعي توسع، ولقينا حاجة إنه بالتسعينات، إنه لما شفنا هالحاجة كتير قوية، لقينا حاجة إنه نوسع عملنا الاجتماعي. طالما الله مبارك فينا مجموعة أطباء عندهم هالهمة وعندهم هالنشاط وعندهم الإلمام بالعمل الاجتماعي، لا ما منطور عملنا. وبتعرف في 96 كان في أزمة اجتماعية وسياسية كبرى بلبنان اللي نتج عنها نفي الجنرال إلى فرنسا وسجن الدكتور سمير جعجع بالسجن. كان هون العائلات اللي كانت هي تستفيد مباشرة أو غير مباشرة من هالمؤسسات الحزبية، أو إنه من نتيجة الحرب اللي طلعت من نتيجة الحرب. نحن أخذنا على عاتقنا كل هالعائلات، إن كان عائلات الأحزاب ولا عائلات من الجيش ولا عائلات مش مندوية تحت أي حزب. قلنا نحن بدنا نمشي ونأسس جمعية تقدر تقوم بمهام هالناس اللي عايزين مين يمد ايد المساعدة لهم. هالناس هيدول كانوا اخذنا كاتيجوري معينة من الناس، مش كل الناس، هن اللي الايتام والارامل. الايتام والارامل بهداك الظرف كان عددهم كتير كبير. الجمعيات المؤسسات الحزبية كفت ايدها بما انه توقف العمل الحزبي، كفت ايدها عن كل شو اسمه. حتى كمان في عسكريين عنا استشهدوا، في عنا عسكر انصاب بايام الحرب كمان، خصوصا بعد 13 تشرين كمان كان في ضياع. كل هدول المجموعات اخذناهم على عاتقنا كمؤسسه انسانيه، وانشانا شيء اسمه اوكسيلا اللي كانت تقوم باعمال جباره. تكونت من مجموعه اطباء اسنان، وقدرنا نغطي على مساحه الوطن، مش بس انه بمناطق معينه، على مساحه الوطن. من الناقورة إذا بدك للنهر الكبير كان عندنا كل انتشار بكل محبة لكل العالم. ومين كان يحتاج لنا كنا نحن نمد إيد المساعدة. وكان برنامج
متفوق على كل البرامج الجمعيات اللي كانت قائمة بوقتها، اللي هي الإعالة المباشرة ما بين ما بين المحسن والإنسان المحتاج. وقدرنا كتر خير الله توصلنا لقبل لسنة 2000 إنه كان عندنا 787 عائلة كنا نعيلهم شهرية، من طبابة للدواء لاستشفاء لمدرسة لحاجات ألوكاسيون شهرية، كلها هيدي كنا نأمنها، كلها مساعدات مباشرة، وأنا كنت هذا البرنامج مسؤول عنه مباشرة. سنة 2000 أنا تنحيت عن العمل، 2001 تنحيت عن العمل بأوكسيليا، وشاء القدر إنه عملنا الاجتماعي ما كان إنه كان باقي الناس أو غير مؤسسات أو غير منظمات اجتماعية كانت شايفت لنا عملنا وشايفتنا شو عم نعمل. كملت أنا هون من 2001، ما توقفت عن العمل، بالعكس كملت على صعيد فردي شو بقدر أعمل مع الناس إلى حين سنة 2006 2007 كاريتاس كمان استدعتني تكون رئيس إقليم، رئيس منطقة، وبالفعل يعني مشكورين بيومها بير لويس سماحة انه طلب مني انه العمل الاجتماعي اللي كنت عم تقوم فيه نحن بدنا نعمله باطار منظم داخل كاريتاس، اذا ممكن تساعدنا. وهي كانت منطقة بعبدة، اقليم بعبدة كان بيمتد من الحازمية لتوصل لحارة حراك مرورا بالغبيري، فرن الشباك، جسر الباشا، كل هالمناطق، الشياح، عين رمانة، تحويطة، كل هاي المنطقة كانت ضليتني فيها انا على مدى 8 سنين. من بعدها كمان أنا ما بحق لنا نجدد إلا ولايتين، 3 سنين و3 سنين، ولكن بوقتها ما لاقوا مين يجي يحل محلي، ضليت 8 سنين مجبر يعني، إلى أن صار فيها غيري. بهالوقت كمان طلعنا درجة أكثر بقلب كاريتاس، صرت عضو مجلس كاريتاس. عضو مجلس كاريتاس هي بتمثل كل الطوائف، وهلأ أنا حاليا أمثل الروم الكاثوليك الوحيد العلماني بمجلس رابطة كاريتاس، اللي هي على صعيد الوطن كمان، ومعروفة بعطاءاتها ومعروفة بمشاريعها اللي عم تقوم فيها. بقى كل طائفة ممثلة بشخص علماني، أنا عن طائفة الروم الكاثوليك ممثل للطائفة بمجلس رابطة كاريتاس. منشان هيك نحن العمل الاجتماعي لا يتوقف، العمل الاجتماعي موجود من أيام الدراسة لليوم. هاي شغلة مثل حياتنا اليومية ما فينا نقعد بلاها، لأنه وجع الناس وألم الناس بس يدقوا بابك ما فيك تقولي لهم ما عندي، بدك تقولي لهم الله بدبر والله بيعطي. تعقيبا على الكلام اللي كنت عم تطرحه حضرتك دكتور، نقول نشاطاتك بمجملها قليلا ما نراها بجزين. يعني بنعرف انه بجزين حضرتك سعيت بال 1992 للحصول على معدات لمصنع حليب ومساعدة الأخت أنياس، ورجعت حاولت تأمين خلال الاحتلال الإسرائيلي مساعدات اجتماعية. من بعدها بنشوف نشاطاتك عم تمتد ببيروت، ببعبدة، وصولا للضاحية الجنوبية، امتدادا لحدث الجبة ولا بشرة، ولكن بجزين بعدها ضعيفة. نحن معدات الحليب اشتغلت بالمنطقة وعملناها. نعم. وهيدي كانت هبة مشكورة من سير أنياس مريم، هيدي كان مجهود فردي ما لها دخل بأي جمعية. بقى المعدات اشتغلت، ضلت تشتغل على مدى شي 10 سنين. مزارعين فوق بالمنطقة كان عندهم مواشي واعطيتهم اياها، كانوا يقدروا يعملوا فيها زبدة، يعملوا نحن غاية فيها انك تخلي مواطن فوق او مواطنين بربوا ابكار وبربوا مواشي تخليهم بالمنطقة. بقى هاي المعدات راحت واشتغلت وعملت مفعولة، ربت شي كذا عائلة، شي 6 7 عيال كانوا قاعدين عم بيستفيدوا منها، لانه هي حجمها هالقد، حجمها بهالشي هذا. بالنسبة للمساعدات الاجتماعية بأيام الاحتلال الإسرائيلي، نحن أكيد وقت اللي كان الاحتلال الإسرائيلي قدرنا فوق وصلنا ل 187 عائلة، كمان الكريتير تبعنا هو أيتام وأرامل، بغض النظر عن الزوج وين كان وكيف كان وشو عامل. نحن كنا ناخد العائلة كعائلة، كنا نقوم بمساعدات شهرية، نقدر الحمد لله كتر خير الله بالتعاون مع السلطات ببيروت، بالتعاون مع المنظمات الاجتماعية، نقدر نوصل المساعدة بعلم الدولة يومتها، لأن تعرف كانت منطقة فيها حظر كبير وفيها مشاكل كبيرة. بس قدرنا بهداك الزمن بما أنه المساعدة محقة للناس اللي أيتام والأرامل، قدرنا وتوصلنا ل 187 عائلة. هذه استمرت من التسعينات لعند
زوال رح الاحتلال ارجع احاور لك سؤال، الاسرائيلي. رح صغ لك اياه بطريقه ثانيه. اليوم كم مرشحين في مثل لوم انه كان سليم الخوري او جد صوايا لا يعدوا من جزين، يعدوا سليم من صيدا، وجد صوايا هو نقل جذور، رجع رد جذوره على كفر. بينما نقول ابراهيم الحجار هو من ايتولي يعني من جزين، حتى اليوم نشاطاته ممتد ببيروت، تركيزه ببيروت وبباقي المناطق ضعيفه بجزين. يعني اهل ست شيرين رح حطي لها رايحك العمل الاجتماعي اذا بدك تعمليه وتخبري عنه بطل عمل اجتماعي. تذكري بالانجيل شو بيقول الانجيل، نحن مسيحيه بنعتز بالعمل الاجتماعي وقت بيكون عملنا الاجتماعي مستور. انا اذا بدي اعمل عمل اجتماعي لجيره لعمل سياسي لخدمه او يخدمني بالسياسه، هيدا ولا واردة ابدا، لانه خياري بين انك يكون بعمل اجتماعي صرف ماشي فيه وتخدم الناس وتكوني حد الناس اهم بكتير من انك تروحي على السياسه. انا ولا مره لا بالثمانينات فكرنا ولا بالتسعينات فكرنا انه نحن عم نعمل عمل اجتماعي لنستقطب الناس ليأيدونا بيوم من الايام لنطلع على الانتخابات. مش هذا الهدف كان ابدا. انا اليوم موجود بجمعيه اسمها كاريتاس، ما بدنا نقول نحن عملنا الاجتماعي ككاريتاس بيمتد من الناقورة وصولا للنهر الكبير ومن الساحل لاخر حدود شمال البقاع على الحدود الشرقيه. نحن ما عندنا عمل نجي بنقول والله تعوا فرجوني، بنعمل بلوم بنقول لهم اخر الشهر قد عملنا وهيك عملنا. نحن اللي بنعمل معه العمل الاجتماعي اذا هو حب يروح يقول عنه نحن عملنا معه عمل اجتماعي فليكن، بس تيجي تقولي لي انه انا اليوم اجي اقول لك لمين عم بعمل كل الضياع وين بدك، اذا عم تاخذي منطقه جزين وشرقي صيدا وصولا لمرجعيون لمنطقه سور لوين بدك، كل هالمناطق هاي اليوم نحن على طول موجودين بين اهلنا وبين ابنائنا ومساعدتنا عم بتروح وتفوق الارقام اللي انت بتقوليها. هذا المستوره وغير مستوره رح تضلها مستوره. انا ما بعمل عمل اجتماعي. خلينا نشيل كاريتاس على جنب. نقول ابراهيم الحجار شو قدم لجزين اليوم؟ شو عمل لجزين؟ جزين بده يجي يطلع على انجازات الدكتور. ايوه انا بقول لك انا انتمي الى حزب، اوكي، انا من التيار الوطني الحر مزبوط. نعم. كل بحصه كل رفش بطون كل انجاز انعمل بمنطقه جزين هو عمله حزبنا، يعني عملته طيارنا عمله. معناتها هذا الانجاز انا وقت بدي اعمله ما بعمله لنفسي، هذا نحن طيارنا كل شغله انعملت، لانه لتوصل لانجاز عمل معين اكيد في مساعي النواب، في مساعي الفعاليات مثل حكايتنا، في مساعي البلديات، في كلهم هدول مجموعين مع بعضهم. وقت اللي بنروح نحن بنطالب اشياء خدمات للمنطقه ما بنروح بنقول هيدا والله نقولها حجار رح سعى فيها، لا، نحن عندنا طيار موجود فوق، كل الخدمات تتقدم فوق باسم الطيار. نحن مش خدمات خاصه، مش عم بقول الخدمه الاجتماعيه يمكن شخصيه، الخدمه الاجتماعيه شخصيه، بس كل الانجازات ليش من 2009 لليوم منطقه جزين شو صار فايت لها مساعدات من وراء وزرائنا من وراء رئيس طيارنا جنرال دكتور نقولها صار فايت لها مساعدات اكيد بدها كل ما تحطي. شوي صريحين ونحكي الامور بصراحه. اليوم طيار الوطني الحر عنده كم مرشح؟ عندنا دكتور نقول ابراهيم الحجار، عندنا سليم انطوان الخوري، وكمان عندنا جد صوايا، 3 مرشحين. اليوم اذا كل واحد منهم قال انا منتمي للطيار والطيار عم بيقدم، ما بالعالم بالاخر رح تقول اوكي الطيار عم بيقدم، ما الطيار لازم بالاخر يعطينا مرشح ثابت. ما كلهم مرشحين بس نحن بدنا مرشح. هاللعبة الديمقراطية بتمنع الناس ترشح شيء؟ لا ما حدا بيمنع حدا. نحن عنا ايادي كان سابقا جنرال فخامة الرئيس، وهلا الايادي بايد استاذ جبران. اكيد نحن في ايادي، كل واحد من ديمقراطية شو هي قمعية القصة، كل واحد بحق له يترشح. انت اذا كنت طيار فيك ترشحي، شو بيمنع؟ يعني اليوم الترشح هو حق لكل مواطن انه يترشح ويوصل. هلا تجي بعدين قواعد اللعبه اللي بتنعمل هذيك شيء اخر، هذيك اشياء حزبيه بتصير، مثل ما الطيار عنده غير احزاب عندهم. مش معناتها انه بتوقفي بتقولي والله الطيار اليوم لازم يترشح واحد والطيار يقول هذا مشينا فيه. لا، الطيار اليوم هو عمل عمليه ديمقراطيه داخل الحزب
وتطورت ووصلت لهون. هلا نحن ناطرين قبل ما نحكي شو في، بدنا ناطرين قانون انتخاب اكيد. كل المساعي هلا عم تنصب، نحكي هون، نحكي قبل ما نشوف شو في مرشحين وشو في، بدنا نحكي اليوم قانون الانتخاب اللي بده يطلع. هذا هو اللي بده يحط على السكه، اللي هو فخامه الرئيس اليوم حاطط كل تقله، يمكن 3/4 البلد مجمده كل طاقاتها مشان بس نروح على قصه قانون الانتخاب، لانه من هون بتبلش العمل. ما نضلنا نحول الامور اشياء شخصيه. خلينا نتعود انه الاحزاب لما تعمل كمجموعات، الاحزاب مش افراد، الاحزاب هي مجموعات، ونحن كل انجازات التيار اللي انعملت فوق من خلال التيار هيدي هي انجازات لكل التيار، لإلي ولإلك ولكل انسان وحتى للمرشحين. ما في واحد يجي يقول انه انا اذا بدك اليوم تعملي تشقي طريق تنقول او بدك تزفتي طريق، من لمين بدك تتجي؟ انت شخصيا بتروحي كشخص، بتروحي لعند المعني بالموضوع، ولا بتحكي مع القاعده الحزبيه وبتروحي بمعيه الحزب بتقولي نحن عندنا هالخدمات بدنا اياها؟ هالخدمات كل الحزب بيتلقاها من المناطق وبتروح على الحزب، والحزب بيسعى لها بمعيتك انت. بس مش معناتها انه انت بس، لان اليوم بس طالبي بطلب بالوزارات عم بتطالبيه من خلال مش بس 3 نواب من جزين، عم تخلين مجموعه نواب تكتل تغيير واصلاح بامه وابوه عم بتروحي بتطالبي بالطلب. مشان هيك قوه طلبك بيكون فاعل، لانه انت عم تطلبيه من خلال الحزب. مشان هيك بنقول ما حدا يربح جميل نفسه والاخرين انه انا عم بنجز، عم بزفت، عم بجيب، عم بركب عمود كهرباء، عم بعمل حيطان، عم بنشر. لا، هدول كلهم اعمال تنجز من خلال الاحزاب. خلينا نتعود بلبنان على هالفكره هيدي، الاحزاب حلوه كثير. بالعام 2009 ترشحت على الانتخابات ورجعت سحبت ترشيحك باخر فتره، يعني ما قبل الانتخابات بمده قصيره، لانه اعتبرت انه انا بمشي حسب مصلحه التيار الوطني الحر. ها السؤال اللي بينطرح، هل سحبت ترشيحك لانه بوقتها كان النائب عصام صوايا راس المال للحمله الانتخابيه وفضلوا الجنرال يكون حضرته مش دكتور نور الحجار؟ انت جزمت انه لانه راس المال. سالتك انا لا، انت جزمت انه لانه راس مال. السؤال هل لانه كان النائب عصام لان كان في مرشح اسمه النائب عصام صوايا، هلا النائب بنوجه له تحيه، عصام صوايا، وفي مرشح اسمه نور الحجار. باخر دقيقه، بالاجتماع اللي عملناه اخر شيء بالرابيه مع الجنرال، ايه انا ارتأيت انه لازم انسحب، لانه في عندنا مصلحه بالتيار انه يكون عصام صوايا محافظ الالقاب انه هو يكون مرشح التيار بهداك الوقت ب 2009، وهيدي هي مانيش اكثر من القد يعني. مصلحة شو؟ نحن عصام صوايا لحد اليوم ما بيبين بجزين، هي مصلحة جزين؟ لا، هو كان عنده مشروع ولكن الظروف عكسته ووصل لمطرح انت فيك تسالي الطيار ورئيس الطيار وبقول لك انه وصلت لمطرح ظروفه ما خلته، ما سمحت له يرجع يجي ويحقق اللي كان هو بده يعمله. بوقتها كان مشروع مطروح انه استاذ عصام هو جاي تيقدر يأسس لأمور تقدر تأمن وظائف للناس. رجعوا بنقول انه بموضوع 2009 انا بكل قناعة، وانا عاتي كان بوقتها بمحلها، هلا بترجع بمحلها انه انسحب لصالح الاستاذ عصام صوايا بوقتها. بس اليوم بتقولي لي بدك تعملي تقييم من المرحله انه تغيب ما تغيب، في انا عم بقول انه عنده ظروف خاصه هو شرحها للناس وشرحها للناخبين وبيعرف وشرحها ضمن التيار، انا ماني على اطلاع فيها. بالانتخابات التمهيديه للتيار الوطني الحر تعادلت مع المرشح الدكتور سليم أنطون؟ لا، ما تعادلنا. 65 لا، 65 66. هذا جديد. لا، مش حسب جديد. معلوماتنا 65 66. لا، ما موجوده على مش مشكله 65 66. هلا صوت ما حنتفرق. مش مشكله. الفكره ليه نقول الحجار وضع على جنب من قبل التيار الوطني الحر اللي فضل جاد صوايا وسليم الخوري؟ هلا في آلية ضمن التيار انعملت، كان في بعدنا تموز، هذا عم تحكي عنها بتموز، صار في انتخابات داخليه. كنا التمهيديه الاولى. المرحله التمهيديه الاولى صار في انتخاب ضمن التيار، القاعده الحزبيه اللي حامله بطاقات حزبيه، صار في انتخاب كان في بدك تقدمي صوت واحد ل4 مرشحين، 2 مارونيين و2 كاثوليك. يومتها طلع الاستاذ زياد الاول، طلع الاستاذ امل ابو زيد، بعتقد زياد 200 محافظ الالقاب 203، النائب 156، انا يومتها جبت 66، بيرجع سليم خوري جاب 65.
هلا هيدي الارقام هي بتعكس اراده القياده الحزبيه. هذا كان اول محطه اللي شرحها رئيس التيار الوزير معالي الوزير جبران باسيل، شرح وقال انه هذه الاليه اول محطه للانتخابات اللي جاي. الحمد لله قطعناها بشكل كثير منيح وجبنا 66 صوت، 66 مثل ما بيقولوا دعم من القياده الحزبيه. هيدي شغله طبيعيه الواحد عمله داخل الحزب بيقدر يجيب ويستقطب. هلا المرحله الثانيه اللي هي مرحله اللي عم تحكي عنها مرحله الاحصاء. دائما الاحصاءات نحن بنحترم شركات الاحصاء وبتعطي صوره عن الواقع، ودائما الاحصاءات عندها دهو ديبا. يعني انت مثلا في تفاوت اليوم بالعينات، في تفاوت بالعينات، العينه تؤثر ولكن العمل السياسي يستمر. هلا صحيح انه انا بالمرحله الثانيه كان سليم خوري بالاحصاء كان متقدم علي، ولكن بعض التيار بيقول انه نحن بخيارات الحزب بوقتها ما كانش بعد في قانون انتخاب عم بنحكى فيه بهالقوه. هلا انه خيارات الحزب ترجع لرئيس التيار انه والمكتب بالتيار انه الهيئه السياسيه انه هن بالاخير. لو كنت انا جاي باول مرحله واول بثاني مرحله واول بثالث مرحله، اخر شيء في خيار رئاسه الحزب والهيئه السياسيه الموجوده بالحزب اللي هي بدها تقدم مرشحين للهذا. بقى هذه المحطه الثانيه جبت قدنا، مش مشكله، جبت قدنا، بكره بنشوف المراحل الثانيه شو بده يصير فيها. ما تعليقك اليوم لما بيقول جد صوايا انا المرشح الاقوى بجزين على المقعد الكاثوليكي؟ هيدي اذا عم بيعمل هو عم بيبرم على الناس وبيشوف انا برحب فيه، يعني ليش لا؟ طالما نحن وياه بنفس الحزب وبنفس هذا، شو هالمشكله هيدي؟ اذا كان الاقوى وتم اختياره يلا كلنا بنمشي. اذا استبعد التيار الوطني الحر الدكتور نقولها ابراهيم الحجار من المعركه الانتخابيه، هل ستخوض المعركه؟ نحن بنرجع وبنقول نحن بعدنا بزمن ما فيش لوايح، ما فيش تركيب لوايح وفيش مرشحين. يمكن تروحي على النسبيه، وحتى لو رحنا على النسبيه بدوائر صغيره او متوسطه او على دائره كل لبنان، انا زلمه انتمي الى تيار. انا عوني من ال 84، يعني وقت ما كان الجنرال بعده بعده يمكن عقيد بالجيش. او انا مش هذا الموضوع. الموضوع انه ياخذني التيار ولا ما ياخذني. نحن عندنا اكيد داخل التيار في هيئه سياسيه طويله عريضه، مش انه هاي مسحه خبريه انه واحد بياخده وواحد ما بياخده. لا، في قرار سياسي بده يتاخذ. بالاخير القرار السياسي بس يتاخذ داخل الحزب بدنا نمشي فيه كلنا سوا. ما فيك تيجي تقولي استبعد او حط او شال او طلع. مش هي قصه حذف اسماء ووضع اسماء، هي قصه وين التيار. نحن بنحس حالنا انه بنربح وبنكسب وبيكون عندنا المقاعد اللي بيتقدم عليها الاشخاص بيوصلوا على الندوه البرلمانيه. فليكن انا رجل اجتماعي وعم بطلع على السياسي، اذا السياسي ما كانت حليفتي بهالدوره او بغير دوره بالدوره السابقه، مش معناتها انا وقفت عملي الاجتماعي. ما نحن ماشيين بعدنا، ما هي السياسه الاجتماعيه كمان سياسه. اكيد قربت المهله اللي لغت التمديد 15 ايار، هي قربت كتير. اي قانون؟ اي قانون؟ هون السؤال. لحد اليوم ما في قانون، يعني بعدنا يا اما تمديد يا فراغ يا قانون الستين. كلهم عم بيقولوا 3 لقات ولحد اليوم ما في قانون. يعني رايحين على المجهول، يا فراغ يا تمديد. عندك على رئاسة الجمهورية عندك الجنرال ميشيل عون، ما عندك إنسان عادي على رئاسة الجمهورية، عندك إنسان يزين الأمور كما يجب. ولا ممكن فخامة الرئيس يجي يروح لا على فراغ ولا على تمديد ولا على 60. في قانون جديد بده ينوضع. هالأطراف كلها بدها تكون تحت سقف رئاسة الجمهورية، يقعدوا بساعة حاسمة. بده يعمل قانون للوطن. وقت اللي بنحط الوطن قدامنا ننسى طوايفنا. طائفة لا تلغي وطن، هيك حضرتك قلت، هيك قال الجنرال ميشيل عون. هل يرضى المسيحيون أن تكون نسبة المنتخبين لهم النواب تبعولهم أقل من المسلمين؟ يعني السؤال بيقول إذا رحنا اليوم على أي قانون بيكون عندنا 53 نايب مسيحي بوقت عندهم 55 نايب 56 نايب مسلم، سيرضى الجنرال بهذا القانون؟ نحن
وين بنوصل لنكون كلنا سوا بهذا الوطن، كلنا سوا عم نسعى نرفع بلدنا إلى مستوى الأوطان الراقية. بعتقد لا المسيحي ولا المسلم بده يتوقف على الأعداد. بتقول انه ما بدنا كوتا نسائية، لازم المرأة لها أحقية أكثر من أقل 30 نائب بالبرلمان. ليش هلا القوانين بالبرلمان تمنع ترشح السيدات؟ اذا كان ترشح 128، انا بعطيك اياها من دون كوتا. انا بدي لشو كوتا؟ انا اليوم بقول لك اذا في 128 سيده بترشحوا على كامل الاراضي الوطنيه، وطن لبنان، على ارضنا اللبنانيه، اذا في 128 سيده فيش قانون بيمنعهم يترشحوا يوصل انه 128 نايب. اذا ترشح 128 سيده ووصلوا بالاقتراع، ما في قانون بيمنع. ليش بدي احط لهم كوتا وحددهم اقول لهم 30% و40%؟ لا يا عمي، ما عم بيحددوا اليوم اللي عم بيطالبوا بالكوتا النسائيه، ما عم بيحددوا، عم بيقولوا اعطونا اقل 30. ما تطلبوا لتاخذوا، ما انتم موجودين من دون ما تطلبوا. يعني اذا اليوم ترشحوا السيدات على البرلمان، هل الاحزاب حتدعمهم؟ انا دعمهم. ليش ما بدعمهم؟ انا اذا في سيده بتقدر توصل لي رايي وبتقدر تنهض بالوطن، بتقدر تقوم بابناء منطقتها، ليش لا؟ بتقدر تعمل عمل تشريعي مزبوط، وبتقدر تعمل مراقبه للحكومه بشكل جيد، وتقدر تكون مشاركه بفعاليه ضمن اللجان النيابيه. ما ننسى اليوم الذهنيه الذكوريه الموجوده بمجتمعاتنا. اليوم الرجل بيرفض تكون المراه عم بتنافسه بهالموضوع. مين قال لي؟ شو هاي الخبريه؟ مين قال لي؟ لو مين قال لي كانت وصلت من زمان. هل الوظائف كلها بتشوفي نسبة السيدات بالوظائف؟ خذي البنوك نسبة السيدات أعلى من نسبة الرجال. حضرتك ساهمت بندوات بمختلف المناطق وبالاغتراب، عملت على إنشاء مكاتب مناطقية على كافة الأراضي اللبنانية وبالاغتراب. قد ايه بيساعد الاغتراب اقتصاد لبنان وسياسة لبنان ونمو لبنان اليوم؟ الاغتراب هي طاقة كتير قوية. نحن غنى لبنان اليوم باغترابه. هذا خزان مالي وفكري واقتصادي كتير كبير، بدر على أصحابه وبدر على لبنان. شو هو مشروعك الانتخابي؟ في عندك ثلاث ميمات: مستشفى، معمل، مواصلات مع مدرسة ومدرسة. 4 ميمات بيقولوا. إذا أنت بلشتي تشوفي هالمنطقة، ترجي بتاخديها نظرة من فوق كاملة. هل طريقة المواصلات بين المدينة بين الجبل، بين منطقة جزين، هي سهلة لدرجة إنه الواحد بيقدر يتنقل بسهولة؟ هي سهلة إلى نوع ما، ولكن فينا سهلها، فيها صعوبة، فينا سهلها. قادرين من قبل الحاجز الجيش اللي موجود اليوم الأول، تطلع من هالتلة اللي موجودة أول ما تنزل الصوب الأولي، من هالتلة باتجاه ديركت على كرخة فرجرة على فرجرة أول ضايعة من منطقة جزين. بقى هيدي سهلة، فيها يمكن فولد وازو يمكن فيها شي 3 كيلومتر أو 4 كيلومتر، مش أكتر يعني، مناش كتير كبيرة. بقى هيدي أحد المشاريع اللي بقول أنا إذا تأمنت هاي الطريق السريعة، يعني بصير عندك طريق سريع من بيروت لفوق، بدل ما تاخذي ساعة وربع، ساعة ونص، هيك بصير تاخذي 45 دقيقة. عندك شغلة تانية هي إنه تأمني طريق التواصل، يعني من خلال كميونات شكل متواصل، يعني تقدر تشيل الناس اللي قاعدة مستأجرة. أنا بالعمل برجع على العمل الاجتماعي، أنا من وراء إحصاء عاملينه لأولاد منطقة جزين، هذا عملناه بال 2002 2003. عملنا إحصاءات، كان في عندنا سوشيال وركر، يعني أسيستانت سوسيال، شي 12 أسيستانت سوسيال حطيناهم بخدمة هذا المشروع، اللي هو أنت كمواطن من منطقة جزين بتحب تطلع تسكن فوق ولا بضلك قاعد سكنك هون؟ وبنفس الوقت شو نوعية السكن اللي ساكنه هون؟ طلع عندنا نسبة كتير عالية من أبناء منطقة جزين نوعية سكنهم هون منا صحية. ايه إذا نحن عندنا بنقدر في باص بأمننا بنقدر نطلع، بالعكس فوق لا عندي أجار ولا عندي بيئة وسخة ولا عندي أماكن مكتظة بالسكان. بالعكس أنا بقعد فوق، أنا كرب عائلة بنزل على بيروت ب40 دقيقة. إيه ليش لا؟ كمان عملنا دراسة، مدارس عندنا كفوءة بالمنطقة جزين والحمد لله موجودة، خاصة ورسمية. بدنا مستشفى جزين اللي هي مش ناقصها شيء،
معدات هي افضل معدات. افضل معدات، ولكن فيها خلاف سياسي. نحن اللي بنقوله، انا اللي بقوله، انا بما خص مستشفى جزين فليكن كلنا سوا نرفع ايدنا كسياسيين عن مستشفى جزين ونتركها لإدارة متخصصة، وإدارة متخصصة بالإدارة وبالطبابة. نترك يعني ما بدي أنا تطلع من إيد حزب ونجي نستلمها نحن، ولا بدنا نكون نقول الحكمة اللي موجودين ما بيسووا، لا، كل الحكمة فيهم خير وبركة، ولكن العامل السياسي هو اللي عطل مستشفى جزين. أنا هون بثني على اللي كانوا موجودين، يمكن ما قدروا يعملوا أكثر من هالقد، الضغوطات السياسية الموجودة ما قدروا جابوا تمويل أكثر. شو ما كانت الحجة، نحن خلينا نشيل كل الأطراف السياسية ونجيب الكفؤين، إدارة طبية وإدارة المركز طبي هونيك. نحن شو بحاجة فوق؟ بحاجة لشغلتين كتير مهمين ونبلش فيهم. غرفة عمليات للعمليات الصغيرة وحدة. اثنين، يكون عندنا غرفة عناية، لحتى إذا كان في عندنا عناية نقدر إذا إجانا مريض واقع بوشي حالته حرجة باش نجي ننقله بالأمبولانس ويموت على الطريق، خلينا نعمل له علاجات أولية، إسعافات أولية، نقدر نوصله لحالة استقرار، نرجع نبعث على بيروت. أكيد مش هنقدر لا نعمل قلب مفتوح لا نعمل عملية كبيرة. والشغلة الثالثة اللي هي الماترنيتي، الطب النسائي، الولادات يكون عندنا للولادات جناح تمام كامل مكمل، حتى وقت بيكون عم بتولد المرأة السيد اللي بدها تولد، اذا كان صار في كومبليكاسيون بالولاده يكون مجهز المستشفى، مش انه يلا حملوها نزلوها ننزل على بيروت نكمل الولاده، لا، يكون مجهزه للاشياء الكومبليكاسيون بتحصل بخلال الولاده. كمان يكون في عنا للاطفال جناح خاص وقت اللي بيكون في عنا ولد بيخلق عنده حاجه لشو من كانت نقدر نأمنها بالمستشفى، ولادة مبكرة، ولادة متعسرة، ولد بده يقعد بعد فترة بالمستشفى. هدول الاشياء الثلاثة، فاذا العناية الفايقة مع الولادات مع اهتمام بالاطفال، هيدي ضروري جزين، هيدي ضرورية لنا لنعملها. هيك اذا بنعملها تصير تستقطبي اطباء ولاد المنطقة. نحن عندنا ما يكفي اطباء، عندك اطباء المنطقة جاهزين وكفؤين بكل المجالات، وكمان اون بليس تصير تستقطبي الاهالي الجوار، بصير يجيكي ناس من الجوار، بصير يجيكي ناس تقصدك لانه عندك كفاءة بالطب، عندك تجهيزات كافية، وعندك ادارة منظمة ومرتبة. ولكن دكتور هون السؤال هلا انه عم نشتغل مدرسة مواصلات مستشفى بعد ما وصلنا للمصانع، ولكن حتى لو وصلنا للمصانع ما في جامعة اليوم. ابن جزين عم ينزل يتخصص يا ببيروت يا بصيدا، يا عم يوصل على طرابلس يا عم يسافر. ليه ما بنجي نخلق لابن المنطقة جامعة فيها اختصاصات جديدة، حتى اولاد الشمال حتى يجوا اليوم على جزين. بهالناحية كمان عم بتعرف باقي المناطق على بلدتك على منطقتك عم بتخصصهم فيها. يعني موضوع التعليم العالي موضوع كتير مهم. اليوم أنا خريج جامعة لبنانية، وبعرف إنه بكل دول العالم ما بيخلقوا لك جامعات بكل قرية وبكل بلدة وبكل ما فيك تيجي تفوتي بهذا المتاهة هاي. تعال نوضح لك إياها. نحن وقت إنشاء الجامعة وأنا كمان هذا فاتت إنه أنا من أحد الأشخاص اللي أنشأوا الجامعة اللبنانية بنضال مش بس طب الأسنان، طب الأسنان والطب العام والصيدلة كل فروعها. نحن من الأشخاص اللي كان الصوت علينا كان الكف على رقبتنا حتى نرجع عن هالقرار، ضلينا ماشيين فيه للآخر. في ناس خافت سافرت، نحن ضلينا وأنشأنا الجامعة اللبنانية. هلا فيك تعملي فروعها، هيدي بدها سياسة وبدها دراسة للأرض. يعني اليوم إذا بتعملي دراسة للأرض، عندنا 6 مدارس 5 مدارس اللي هن 7 مدارس، نسبة التخرج عندنا تنقول عندنا بالسبعة 7 ب20 140 150، يا بدنا نقول 200 تلميذ تيرمينال هاو بده يتخرجوا السنة. طيب هدول 200 تيرمينال، عندك اختصاصات يمكن يكونوا 200 تخصص، شو بعرف يمكن يطلعوا. ما فيك تيجي تقولي الجامعة بدها دراسة، أنا مش ضد، ولكن بدها دراسة على الواقع، مش نجي نطرح طروحات هيك عشوائية ونقول بكره بنشوف إذا بيجي عليها طلاب ولا لا. بدها دراسة واقع، دراسة أرض، ومنشوف ساعتها إذا كانت الحاجة إنك تعملي
دراسات عليا او دراسات مهنيه او كذا، يعني تنعمل يعني ما فيناش نقعد اشياء امور يعني ما عنديش دراسه عنها. انا الاشياء الاجتماعيه اللي عامل لها دراسه تعطيك اياها. وعن المصنع، عن المصانع نخلق ظروف، لان نحن عندنا مساحات واسعه اكيد. بدناش نشوه المنطقه بالمصانع اللي غير بيئيه، ولكن فيك بتعاون بين اتحاد البلديات مع البلديات بيتعاونوا تا يخلقوا شيء اسمه مشان الضرائب ومشان الرخص ومشان هذا كون انا بقول صفر. واذا كان بدك يكون شيء بسيط ما تعطيهم يخليهم يدفع الشخص اللي بده يجي، ما تخليه دائما ليستثمر بده يدفع كثير ضرائب. وكيف هذا بتنعمل له قوانين ضمن مجلس النواب. اذا كنا بالندوه البرلمانيه القوانين بتقول انه نحن نشرع للمناطق النائيه انه اذا بدهم يعملوا مشاريعهم مصانعهم بهديك المناطق نقدر نعمل لهم قوانين تناسبهم، ونقدر نأمن لهم بنى تحتيه، نعطيهم الانترنت، نعطيهم الكهرباء، نعطيهم التليفونات، نعطيهم كل المسهلات المواد الاساسيه. وحتى كمان بتشريعنا نقدر نروح انه هاي المصانع اللي بدها تركب بالمناطق النائيه شو بنقدر نعمل بالجمارك، نخفف لهم جماركهم لحتى لا كمان اذا كان بضاعتهم جايبينها لقلب بيروت يكون جمركها مرتفع عن اللي بده يروح عنه. هيدي بدنا نشجع الناس والمصانع والمعامل تخلق لك فرص عمل. هذه كمان بدها تشريع، يعني ما فينا نجي نقول والله يلا بنعمل معمل بكره وتطلع الصرخه بعد سنتين ثلاثه نسكر. بدك تعملي له حوافز للمستثمر يقدر يطلع لفوق ما يكون ببيروت. اذا هي ذات الامور بين بيروت وين لا بيعمل مطرح قريب، ليش بده يعمل مطرح بعيد؟ فاذا بدنا نعمل له تشريعات ضمن البرلمان يقدر يستورد بضاعته المواد الاوليه بشكل جمارك اقل، يقدر يكون تنقلات البضاعة بتكون من البور إلى المعمل ومن المعمل إلى تصريف، يكون كمان ضرائبها وأموال بدها تندفع عليها يكون فيها تسهيلات. وكمان البلديات المنشأة على أراضيها هالمعامل يكون في تسهيلات كبرى حتى لا يقدروا يمشوا بمشاريعهم وينجحوا. آخر كلمة معقول تقولها للناخب الجزيني؟ ما بدنا نخاف على الانتخابات. الانتخابات هي مرحلة ومحطة. اللي بده يوصل ويشتغل رح يشتغل كحزب كتيار. ان شاء الله النجاح لتيارنا ولحزبنا، وكمان باقي الاحزاب الاخرى كمان يروحوا بهذه الذهنية، تكون المنافسة منافسة شريفة. وبعتقد كل مواطن لأي حزب انتمى انه هو مواطن لبناني بالنتيجة، وبده ينقي مثله مثل اي شخص اخر نوابه بالبرلمان تحت يروح. برجع بقول انا فلتكن المنافسه طبيعيه، فلتكن قانون انتخابي، وهذا رح نوصل له بعهد فخامه الرئيس، يكون مثالي يقدر يوصل للناس اللي عندها كفاءه. بمعنى اخر يعني يوصل الانسان اللي بيستحق انه يوصل كفو. ويعطيكم الف عافيه وشكرا لك جزيل تحكي.